السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني في فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن آخر أخبار النادي الأهلي، وكمان هنقول مع بعض التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي أمام الداخلية غدا، وكمان هنقول أبرز الغيابات أو الغيابات كلها اللي هتغيب عن مباراة الداخلية. قبل بس ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. يلا بينا نخش على الفيديو. الأهلي عنده مباراة مهمة جدا بكرة مع الداخلية، ولازم يحقق فيها ال3 نقاط، وكمان عشان يصالح جمهوره بعد التعادل مع سان داونز. طبعا بعد التعادل مع سان داونز الجمهور بقى زعلان جدا عن المباراة دي، كان المفروض الاهلي يكسب، وكولر قال للعيبه المفروض نكسب الاربع ماتشات الجايين او اقل حاجه نجيب 10 نقاط علشان نضمن ان احنا نصعد للدور القادم في دوري ابطال افريقيا. فالاهلي عنده مباراه بكره مع الداخليه، ومباراه مهمه ومباراه صعبه جدا. الداخليه فريق قوي، عامل نتائج المباريات الماضيه بشكل كويس. الداخليه بينافس بشكل كويس، وايضا اتعادل مع الزمالك 1-1 لحد اخر دقيقه. يعني هو كان كسبان الزمالك لحد اخر دقيقه، ويولى ركنيه للزمالك قدر الزمالك اللي هو يتعادل منها. فلازم الاهلي بكره يحذر من فريق الداخليه، وللاسف الاهلي عنده اصابات، يجي تقريبا 4 أو 5 أو 6 لاعبين كمان. تعالوا كده مع بعض نقولهم مع بعض. فهيغيب بكره عن المباراه محمود متولي وبرونو سافيو وعمرو السوليه واحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم، واحتمال كمان يريح علي معلول بكره عن المباراه. ودول خلاص تم تاكيدهم اللي هم هيغيبوا عن مباراه بكره. طبعا باستثناء علي معلول اللي هيكون مريح. كولر بيفضل اللي هو يلعب بمحمد اشرف بكره ويريح علي معلول عن المباراه تماما. تعالوا كده مع بعض نروح نقول التشكيل الانسب او التشكيل المتوقع لمباراه بكره. التشكيل الانسب من وجهه نظري لمباراه بكره، انا هلعب بطريقه 4-2-3-1، واتمنى ان الكولر يبدا بكره بالتشكيل ده. هيبقى في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الظهر خالد عبد الفتاح ومحمد اشرف، ياسر ابراهيم ورامي رباعي قلبين دفاع. في نص الملعب هلعب باثنين وهو مروان عطيه وحمدي فتحي. قدامهم طبعا صانع لعب، واتمنى اللي هو يبدا وده مطلب جماهيري وهو احمد قندوسي. على يمينه هيبقى بيرسي تاو، وعلى شماله طاهر، وفي المهاجم هيبقى كهربا. اتمنى ان كولر يبدا بكره بالتشكيله دي، لان طبعا دي اللي هتقدر تعوض الغيابات. طبعا الاهلي عنده يجي تقريبا اكتر من 4 أو 5 لاعبين غايبين عن مباراه بكره، فلازم الاهلي يبدا بالطريقه دي. الاهلي ممكن بكره يخلص المباراه بدري بدري، وممكن كمان يخلصها في الشوط الاولاني، ولازم يخلصها بدري بدري. كابتن طبعا علاء عبد العال هيلعب بكره طبعا زي ما احنا عارفين دفاع منطقه. نتمنى طبعا التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه بكره، وان شاء الله الاهلي هيفوز على الداخليه بكره ان شاء الله. تعالوا كده مع بعض نقول النهارده نتائج المباريات اللي حصلت النهارده، ونقول طبعا مباراه الامس. قبل بس ما نقول النتائج، النهارده كريستو بيفاجئنا وبيسجل هدف عالمي في شباك زيمبابوي مع منتخب تونس طبعا، وهدف ار2 وهدف عالمي جدا من كريستو. عاوزين الاداء ده يا كريستو باذن الله لما ترجع، وباذن الله نشوفك في التشكيل الاساسي في المباريات القادمه. نقول كده نتائج مباراه امبارح. سموحه طبعا بيفوز على حرس الحدود بثلاثيه مقابل لا شيء. طبعا كانت مباراه قويه جدا من سموحه. سجل الهدفين كان حسام حسن، طبعا معار من الاهلي لسموحه، وايضا هو اللي صنع الهدف الثالث بتاع نادي سموحه. اما مباراه النهارده اسوان بيفوز على غزل المحله بهدفين مقابل هدف. طبعا كانت مباراه قويه جدا من نادي اسوان على غزل المحله، وقدر اسوان اللي هو ينجح ويفوز على غزل المحله بهدفين مقابل هدف. وطبعا المباراه الاخيره والمباراه الامتع من وجهه نظري هذا الموسم او حتى الان، وهو طبعا الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، وخلصت بنتيجه 4-3 للاتحاد السكندري. وشاهدنا طبعا فيها هاتريك وهو من اللعيب مابولولو. مابولولو النهارده بيسجل هاتريك عالمي، وهو مهاجم قوي جدا جدا جدا، وهو حاليا هداف الدوري برصيد 9 أهداف. مهاجم كويس، مهاجم العين هتبقى عليه الفترة القادمة من الأندية الكبيرة، وده طبعا أول هاتريك هذا الموسم. تعالوا كده مع بعض نقول مباراة الغد بكرة في الدوري المصري. طبعا هيبقى فيه مباراة ما بين المصري البورسعيدي وإنبي، وهي الساعة 5 بتوقيت القاهرة، وأيضا في نفس التوقيت هيبقى فيه مباراة ما بين سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي، وفي 7 مساء بتوقيت القاهره هيبقى مباراه الاهلي امام الداخليه. اكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات مين اللي هيفوز في مباراه الاهلي امام الداخليه. وبس كده وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.